يسعد لي صباحكم حبايب القلب، يسعد لي مساكم، ربي يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. ورجعت لكم اليوم بفيديو وصفات وتجهيزات لعيد ميلاد بنتي. ان شاء الله كل سنة وانتي بألف خير يا مريم، وان شاء الله الله بيحملكم اولادكم وبتفرحوا فيهم، ويا الله يعطيهم العمر الطويل يا رب. وان شاء الله الوصفات اللي بدي اجهزها تعجبكم غوالي. ويلا مع بعض بنسمي بسم الله ومنبلش. حبايب القلب انا هون حبيت اشارك معكم. رح اعمل جيلي، مجهزة الكاسات تبعاته وفرمة فيهم انا موز. بتحبي تحطي اي نوع فواكه انتي بدك اياه. انا عندي هون ظرفين، والظرفين رح ياخدوا معنا كاستين مي سخنين كتير كتير، وكاستين مي كمان مي باردة كتير، او من الحنفية عادي على كيفك. انا هون بعد ما حطيت كاستين المي السخنة حركت مشان يدوب معنا الجيلي. بعدين بضيف لهم كاستين او كوب. الكوب بيغنيكي انه يعني هو بيكون كبير شوي، او الكاسة تكون كبيرة غير الكاسات العادية الصغار. انا ما عندي كوب، حطيت هي الكاسة انه كبيرة نفس السعة تبعت الكوب، وحطيت الكاستين المي الباردين وحركنا مع بعض كتير منيح. والكاسات جاهزين عنا اللي مقطعين فيهم موز، وهلأ منبلش منعبيهم لأني بدهم وقت طويل بالبراد لحتى هيك يضربوا معنا وواحد بحسن بياكلهم. أنا هون الصبح عم بجهز وعيد ميلاد بنتي كان المساء، وهي عم نحضر مع بعض الوصفات كلها. أول شي بلشنا بالجيلي، وهون بعد ما بنعبيهم ونحطهم بالبراد لأني مثل ما قلنا بدهم وقت هيك طويل. وإن شاء الله وصفاتي تعجبكم وتجربوها، ووصفات بسيطة وسهلة يعني وما هي مكلفة كتير. هلأ راح نحضر بعد الجيلي كمان راس العبد. قلت لكم قبل بفيديوهات انه عيد ميلاد بنتي راح نكون مع بعض بوصفات راس العبد، وعملنا هلأ الجيلي. وبعدين منجهز لراس العبد. انا راس العبد يعني ما بعمله بالسميد. هلأ مع بعض بنكون بعد ما نخلص من فقرة الجيلي. اعطوني رأيكم صبايا. هلأ هون نبلش بوصفة راس العبد. خلصنا اول وصفة اللي هي الجيلي وبلشنا براس العبد. عندي هون 3 علب بسكوت السادة اللي هو بيقولوا له هون للشاي، وعندي كاسة حليب ونص باكيت زبدة، معلقة قرفة صغيرة، 4 معالق كاكاو. هلا بنبلش مع بعض كلهم. انا البسكوت بطحنه، هاي الفرامة اليدوية او فرامة الكهربائية، منهم بيقولوا محضرة الطعام. هون بعد ما تحطي البسكويت وبتطحنيه كتير منيح بتحطيه بجاط كله. انا هون فصل التصوير عندي كنت حاطه الكاكاو، 4 معالق كاكاو ضفتها فوق البسكوت المطحون ناعم، وعندي معلقتين سكر بودرة ومعلقة صغيرة قرفة. جربوا طريقتي وراح تدعوا لي، لاني جد راس العبد بالبسكوت اطيب بكتير بكتير من السميد بتضل حبة السميد يعني واضحة، اما البسكوت بصير معك نفس العجينة. هون هن وكانوا يعني كل شي كان ناشف، بنحركهم كتير منيح مع بعض. هون كان ضايفة انا فوق البسكوت معلقتين سكر بودرة، معلقة قرفة صغيرة، و4 معالق كاكاو الخام اللي هو من البيم، اكيد اللي موجود هون بتركيا بيعرفوا. وهي عنا هون نص باكيت زبدة مدوبته انا بالميكروويف، ضفته كمان. وهون بنضيف كاسة الحليب كمان، بنحركن مع بعض كم تقليبة هيك مع بعض، وبده عجن. بعد ما عجنته كتير كتير منيح واختلطت المكونات كلها مع بعض صار عنا بهالمنظر. هاي عجينة سودة بينت، بس صدقا كتير كتير طيب، يعني انتو عم تشتغلي فيه بتبلشي بتاكلي منه. انا هون بلشت اشكلهم كرات،
وبنحطهم جوز الهند. جوز الهند بكون عندك بالصحن كاسة ونص، كاستين اللي بدك اياه جوز الهند. وشكل الكرات يعني كبيرة صغيرة انت بتتحكمي فيها كمان. انا عملتهم عاديات. اعطوني رأيكم. هون خلصناهم كلهم مع بعض. انا عم بختصر بالفيديو مشان ما اطول كتير، ورغم هيك هذا الفيديو رح يكون طويل عليكم. خلصنا وصفتين، الجيلي والراس العبد. وهلأ بقى كمان بعد ما خلصنا، انا حبيت هون افرجيكم النتيجة. السميد مشان تلاحظوا الفرق بين السميد والبسكوت. السميد بتضل حبايبي قلبها مبينة، اما البسكوت طلع يبين انه عجين. لسه الطعمة والله ما بتفرق ابدا عن السوق، نفس اللي بنشتريهم من السوق. يعني لما بدك تجربي بالبسكوت خلاص ما في داعي للسوق كله، بنسويه بالبيت اوفر واطيب. وهلا نبلش بالوصفة الثالثة اللي هي البيتزا. هي راس القائمة يعني بالنسبة لطاولة عيد الميلاد وهيك. انا عندي هون كاستين حليب دافيات، بحيث انه اصبعتك تطيقن الحماوة تكون سخونة الحليب. وحطيت معلقتين خميرة معلقتين سكر، وحركتهم منيح مع بعض. بتحركي ليدوب السكر، وبنغطيها شوي. بعد ما غطيتها انا شوي عفتها، حطيت لها كاسة الزيت كمان، بعيفهم مع بعض هيك يتخمروا ويرتاحوا. هلا بنشوفها، شايفين؟ هلا هيك يعني عملت هاي الحركة انا انه عفتهم مشان يتخمروا مع بعض. بس الخميرة عطتك هيك هالرغوة هي على الوجه، معناتها خميرتك منيحة، انه بلشتي بطريقة العجين وهيك انه صح. الطحين عندي كيلو طحين، اهم شي يكون منخول، وما بنحط الطحين كله، نص الكمية. حركتهم منيح مع بعض. وما بننسى معلقة الملح الصغيرة، معلقة ملح صغيرة انا حطيت، وبعدين ضفت باقي الكمية. وهلأ بدنا نعجن. شايفين عبالكم بنعجن وبنرجع. وبعد ما عجنتها كمان كتير منيح، بدك هيك يعني تعطي العجينة حقها. اذا ما عجنتيها منيح ما بتاخدي نتيجة منيحة. طلعوا ما شاء الله شلون صارت، والله مو انه بس حكي، لسه الواقع غير. ومنحط شوية زيت، مقدار معلقتين، بندهن العجينة فيها ومنغطيها طبعا لحتى تختمر. والجو عنا هلأ شوب كتير، يعني ما في داعي نغطيها او شي. انا عفتها هيك على غطاها. جيت بعد شوي طلعت منظر ما شاء الله، يعني خلص عجينة ناجحة. جربيها وادعيلي. هاي الحركة اللي بحبها بالعجين. هلا بقى بنبلش بنعمل البيتزا. بس قبل ما نعمل الصوص تبع البيتزا، انا عندي هون نص كيلو بندورة حطيتها بالترميز، هاي المطربانات مفرومة ومطبوخة. وعندي هون معلقة ونص زعتر الاخضر، زعتر البري ايش بتقولوا له، معلقة ملح. وعندي مقدار يعني 3 معالق زيت، حطيتهم مع بعضهم. وكمان هاي الفرامة مشان يندمجوا كلهم مع بعض. واذا في قطع بندورة كلها بتنفرم، بصير صوص كويس. وكم سنية توم حطيتهم هون بهالزبدية. وضفنا لهم الكاتشب. الكاتشب مع البندورة والزعتر وهيك شي والثوم بيعطوكي نتيجة وطعم كتير كتير طيبة. يعني صدقا اذا العجينة هيك صافية حطيتي لهذا الصوص بتطلع طيبة. بقى ما بالك الجبنة والعطون والفليفلة والبندورة بتطلع خيلة. وهون عندي جبنة انا مشللة، انت اي نوع جبنة عندك متوفر فيكي تشتغلي فيه، ما نتقيد بشي، منجود من الموجود. وعندي عطون وفليفلة خضرا مقطعة بكر دوائر شو متقولوا له، وبندورة. الموجود عندي انا اشتغلت فيه، يعني ما بدنا نصعب شغلنا والله هذا الشي مو موجود لا بلغي الاكلة كلها، لا ابدا. مثل ما قلت لكم منجود من الموجود. وهون عم بقطع العجينة. العجينة كمان لازم تطالعي منها الهواء. انا هلا عم بقطعهم هيك هالقطع هاي. ونحط شوية طحين على الصينية. يا سلام، كيلو طحين
بعمل كمية منيحة والله، يعني ما شاء الله العيلة كلها أكلت منه وزاد. هون عم بطالع الهوا من العجينة، هي الطريقة هي ضرورية مشان لما بدك تمدي الرص ما يكون في هوا مخزن بقطعة العجين، بصير بنفخ هيك ما بيعطي نتيجة منيحة. أنا بهالطريقة هاي بطالع الهوا من العجينة وبرجع على محله، شايفين هيك، وبعدين بعمل الكمية كلها. وجينا هلا على صينية الفرن. أنا هون ما بدي، في عندي ورق زبدة بس إنه حبيت خلاص بختصر بحط زيت. عندي هاي البخاخة معبية فيها زيت، هي خصوصي للزيت لهيك شغلنا. ما عندك بتحطي شوية زيت بأرض الصينية وبأصابيعك، أو إذا عندك فرشاية بصير تمدي الصينية. وبلشنا نعمل الشكل اللي بدك إياه. بتحبي تعمليه على قد الصينية، قرص كبير، قراصة صغيرة، وسط، اللي بدك إياه. هون بقى انتي بتتحكمي. بس ما شاء الله العجينة عم ترقد رقد عم تمشي لحالها والله. يعني ما بدها، لا في منهم بمدوها بشوبك، لا ما بدها، لاني لحالها عم تشتغل. العجينة لما بتكون ناجحة معك بصير بتشتغل معك سلسة كتير وبالطريقة اللي بدك اياها. هون عم بحط الصوص، حبيت اعمل كم قرص هيك اجربهم معكم تشوفوني، بعدين بكمل الكمية لحالي. وهي جبنة، بتحبي جبنة أشقوان، أي نوع جبنة توفرها عندك، فليفلة الخضرة، عطونات. وهيك كانت النتيجة، خلصناهم كلهم. هي الكمية طلعت، بس ما شاء الله يعني الأولاد كانوا عم بياكلوا كمان هيك. أنا عم بطالع أول بأول كم قرص طار هيك بالهوا. عندي بنتي الصغيرة بتشيل الفليفلة، بتشيل العطون، بتشيل البندورة، لهيك عملت لها كم قرص إنه بدون خضرة، بس الصوص والجبنة. وهيك حبايب القلب بتكون النتيجة. خلصنا بعد تعب نهار كامل من الصبح للمساء ونحن عم نجهز ومنحضر. بهاللحظة هي بتنسوا تعبكن، وإن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله تجهيزاتي تعجبكم. وكل سنة وإنتي سلمة يا مريم، يا روحي إن شاء الله عقبال 100 يا رب صبايا، والله يخلي لكم أولادكم وتفرحوا فيهم أنتو كمان يا رب. واعطوني رأيكم بتعليق حلو مثلكم يا حلوين انتو، وان شاء الله تكون تجهيزاتي عجبتكم وهي الوصفات عجبتكم. واعطوني رأيكم بالزينة، زينة يعني بسيطة، هي خفيفة نظيفة، بدون تكاليف كبيرة يعني. ايه حبت بنتي يعني تعمل هالحركات هاي بالنسبة انه على الحيط الأضوية والريبان وهيك. وشوفوا لي هالجلاب والله نجح، لما نجح طلع غير شكل. البيتزا، راس العبد، يعني مثل ما بقولوا عيد ميلادنا هذا المتواضع البسيط، ان شاء الله بيعجبكم يا رب. وصار عمرها بنتي 17 سنة، الله يخلي لكم اولادكم. هي الأجواء. أما بنحسن نطالع صوت موسيقى، صوت أغاني، بتعرفوا حقوق طبع ونشر. وفي عندي يعني بنتي صغيرة كانت حابة تطلع بس كمان ما خليتها تطلع تبين كمان، بما انه محتوانا ما هو للأطفال، إذا بظهر طفل كمان بتنحظر القناة كمان إلى حقوق طبع ونشر وحقوق انه هي ما هي للأطفال، ما مصير نطالع أولادنا فيها. بقى لهالسبب حبيت تكون هيك انه بس التحضيرات ظاهرة. هي الشمعات اشتغلت كمان. حبايب القلب لهون بيكون انتهى الفيديو معنا لليوم، وان شاء الله بنلتقي في فيديوهات جديدة، ونور تضل تطلع عليكم بأفكار بمعلومة ولو كانت بسيطة وصغيرة، ان شاء الله بتفيدكم يا رب. وبدي استودعكم عند رب العالمين، وباي باي صبايا.